السلام عليكم. دونك واحد الميساج خفيف ظريف بالنسبه للشباب، وكاين الاغلبيه ديال الشباب عندهم مشاكل. دونك انا اللي بغيت نقول لكم هي ما تطيحوش يديكم. عندك مشكل في القرايه راه غيكون لها الحل، سواء اليوم سواء غدا. كاين الشباب اللي شد ديبلوم وما خدمش حتى هويا ما يطيحش يديه. كاين الشباب اللي دار ديبلوم مثلا ديال الكونطابيليتي ما يسترش ليه الله، دير عاوتاني عاود دير ديبلوم اخر. المهم بالنسبه للشباب، الا ما كايناش الخدمه كاينه القرايه، القرايه عاد تجي الخدمه. هذه من جهه. كاين واحد النوع اخر ديال الشباب اللي ما يسترش ليه الله وما كملش قرايته. الو شنو تيمشي تيدير؟ تيمشي تيقلب على حرفه. من بين الحرف اللي نبغيكم تعلموا لها الدراري هما الحرفه. من بين الاشياء اللي نبغيكم تعلموا لها هما الحرفه. تعلم من الحرفه، الله يرحم الوالدين. ما تخدموش في شي خدمه اللي ما تتعلم فيها حتى شي حاجه، كتبقى فيها غير جالس. دونك هذيك علاش؟ حيت مثلا تخدم في الامن الخاص سيكوريتي راه ما تتعلم والو، الوغ الصالير ديالك كيبقى فيكس حياتك كلها. وانما الا مثلا خدمتي مثلا مع شي واحد كيدير مع عرفه، مع ميكانيك، مع بلومبي، مع دونك الصالير ديالك غادي ضروري غادي تاوغمونطا على حسب الشطاره ديالك نتايا. يعني من هنا لقدام تقدر تبدا تحلم، دير دار، دير طوموبيل، دير. اما الا مشيتي خدمتي في واحد المهنه اللي هي ما تتعلم فيها والو، كون على يقين الصالير كيبقى فيكس وما غاديش تحلم. وهادو هما السبب ديال بزاف ديال الشباب كيكون مدمر. دونك نصيحه الشباب اللي كيكمل قرايته، اللي دار ديبلوم ما صدقش ليه، عاود يدير ديبلوم اخر. اللي عنده الباك وما خدامش يسير يمشي يقرا، واللي كما تنقولوا واللي هو ما عندوش الباك الى اخره يدير حرفه. ديروا حرفه الدراري، ديروا حرفه في يديكم. راه الحرفه راه الا ما غنات كتستر، واقيلا كتزيد في العمر. دير الحرفه باش ديما كتولي انت ديال راسك. اما راه الا مشيتي حتى ما درتيش الحرفه راه غتبقى دائما اللي جا غيدي يمسح فيك يديه. لان لانديبوندونس كتبدا منك انت. الا كنتي حريفي وناضي كناضي راه كون على يقين. انا نصيحه للشباب كنصحكم سيروا ديروا حرفه، ولو ما تخلصوش مزيان. تبهدلوا في الاول. دير سيدي الزليجي، بناي، حداد، ميكانيسيان، تريسيان ديال الطوموبيلات، تريسيان ديال لي باتيمون، بلومبي. وديروا الحرفه صاحبي. راه الحرفه راه والله حتى كتعيش الناس، ومن الحرفه راه كيتمولك. والسلام عليكم الاخوان، هذه نصيحه الله.